إبراهيم، هناك طبعا مقطع انتشر في منطقة حائل على أساس أنك أنقذت أحد الغرقى وهو هندي الجنسية. أريد التحدث عبر هذا البرنامج كيف كانت، وأنت من منطقة الدمام، هل كانت زيارة بداية؟ السلام عليكم ورحمة الله. في البدء طبعا أنا أصلا مقيم في الدمام وأعمل في شركة آلال الصناعة، والحقيقة أول زيارة لي كانت لمنطقة حائل الجميلة. وفي هذه السانحة يعني أسأل الله أن تكون هذه الأمطار أمطار خير وبركة للشعب الشعب السعودي، وأسأل الرحمة والمغفرة لكل من غضى في هذه الكارثة. فالحقيقة أنا مشيت منطقة حائل في زيارة عمل، يعني تستغرق يومين اللي هو السبت والأحد، ونفس اليوم اللي أنا وصلت فيه هطلت هذه الأمطار، والساعة 9:30 كنت في الشركة. طبعا هذا المقطع ولا لا؟ هذا هو أنا في المقطع بعد الإنغاز الحمد لله. فالساعة 11 بدأ هطول الأمطار، والحقيقة كانت أمطار غزيرة جدا، يعني استمرت تقريبا لما بعد الظهر. ففي تلك الفترة يعني هي فترة بتاعت راحة بالنسبة لنا، وكنت رايح مغر السكن، ويعني اخترنا سكن بالصدفة كان قريب هذا الوادي، يعني قريب وادي الإديرع، ومفترض يعني أرجع للشركة الفترة المسائية وبعد تناول وجبة الغداء. ولما خرجت يعني أشوف يعني الشباب متجمهرين على الوادي، وكنت منتظر السيارة يعني على أعبر الناحية الأخرى. الحقيقة الشركة هي في المنطقة الصناعية الجديدة خلف بنك الراجحي. فالناس كانت متوقفة بسبب الأمطار، يعني بدأ منسوب الماء يعني يرتفع. نحن في الظهر لما جينا كان منسوب الماء يعني يسمح بعبور السيارة. الساعة 4 يعني كان منسوب الماء مرتفع شوية، تقريبا نص متر على الطريق. فالناس كلها كانت واقفة بالجانبين، ومن ضمنها الهندي هذا كان واقف، يعني كان واقف في الطريق. وفي أحد السعوديين يعني يملك سيارة جيب تشجع وعبر الطريق. فهذا العمل جعل هذه سيارة الهندي؟ هذه سيارة الهندي، وهو الحين نط الحين نط. ايه نط ليش اتجه هنا؟ ليش اتجه يسار؟ ما هي الصدمة كبيرة بالنسبة لي. يعني انت لو تابعت معي من البداية، يعني لما الناس كانت واقفة والشجع كل الشباب بدوا يعبروا الطريق، الهندي من ضمن الناس اللي عبر الطريق. يعني الناس ممكن تتساءل يعني لماذا السيارة يعني توقفت في النص. هو عبر مع الشباب من ضمن الناس، لكن الظاهر انه سيارته يعني دخلت الماء داخل الماكينة وتعطلت. تعطلت وقفت في النص تقريبا في منتصف الوادي. في الفترة دي كان يعني في إمكانه يستنجد، لأنه كان في بعض الشباب يعني يقطع يعبر الطريق ويجي، كان يستنجد بأي أحد ويتوقف السيارة ويركب معه ويترك السيارة بتاعته. هو الظاهر ما فطن للحتة هذه، ويعني كبقية الناس اللي جالسين كانوا بيأملوا أن الوادي منسوب الماء ينخفض ينحسر الماء ويعبروا طبيعي. فأنا كنت واقف وأشوف الرجال واقف فترة طويلة، يعني بعد 10 دقائق أشوف يعني لون المويه اتغير. 10 دقائق وما جد دفاع 10 دقائق وهو واقف. جميل. تقريبا 10 دقائق. فبديت انده له، لأنه أنا عارف الحالات هذه صعبة شوية، لأنه بعد شوية المويه بترتفع تتجمع من المناطق وتبدأ كسيل صعب جدا. فأشوف منسوب المويه بدأ يتغير يعني من اللون الداكن، يعني معناها في سيل غادم. طيب. فكنت يعني انده له وانزل يعني على اساس يعبر يجي. هو كان خايف على السيارة. والله انا ما ادري ايش اللي يدور في راسه بالضبط، لكن الصدمة كانت كبيرة. المويه بدأت ترتفع في يعني خلال 5 دقائق من الحادثة ديك. انا كنت انده له وكان فاتح الباب، يعني ادركت انه في حد داخل السيارة. وفي الفترة دي كان على استعداد برضه انقذه، وكان منسوب المويه الضغطي ما قوي ما قوي زي اللي انتم مشاهدينه الحين. فكنت انده له اكثر من 10 مرات، والشباب كانوا بيخوفوه انه الماء حتسيل السيل يجرفوا وكذا.
لكن معلش الآن هو في وادي هذا زفلت تحت السيارة ولا هو هو مغامر؟ اصلا ده الطريق الاسفلت يعني طريق مزفلت مزلقان يعني عاملين كده مزلقان. ف في ظرف 5 دقائق ارتفع منسوب الماء يعني نص متر تقريبا ولا قريبا متر، بين نص متر لمتر. فانا اشوف السياره بدات تتحرك يعني قليلا، وبديت اشدد عليه انه ينزل ورفض. يسمعك من بعيد يعني تتكلم؟ يسمع الحين الفيديو بالمناسبه الناس تشوفه بعيد لكنه تقريبا 50 متر. يسمعك يعني؟ يسمع كل الشباب يسمعوا. يعني حتى نحن ننده له يسمعنا. نعم. وانا لما اقول له انزل يحاول ينزل، بعض الشباب يخوفوه. فكان يرجع يعني يسمعنا جيد. جميل. بعد يعني المويه المنسوب ارتفع يعني حرك السياره. اذا كان مخرجنا يطلع الصوت، اذا كان في صوت. ايوه. طيب بدأ يحرك السيارة يعني بشكل واضح، بشكل واضح. بعد ده ما مخير الا كل الناس بدأت تنده له انزل انزل انزل. فما كان منه الا ان رمى بنفسه في الوادي. هو هذا اللي لابس الاخضر؟ هو في خيارات افضل، لكن هو نفسه اللي لابس هو لابس اخضر. يبين في الشريط اول الشريط وانت داخل. هو يبين لابس اخضر. طيب. فلما نزل انا يعني كان قدامه خيارات. اول شيء قدامه الشجره تجاوزها، يعني كان مفترض يخطط من اول هو بعين كيف ينجي بنفسه يعني. هذه ما فطن لي. الحته الثانيه يعني انا لما هو نزل ادركت انه يمكن يعرف السباحه، لانه نزلته تبين على انه ما نزلت انسان ما يعرف السباحه، لانه نزل عن طريق يديه. لكن عندنا هناك في السودان بنسميها الدوامه، اللي هو التيار الماء الجارف. يعني حفر ارض، يعني حفره عميقه، والتيار هذا اخذه استلمه فتره واجهد مجهوده كامل يعني. وحتى لو بيعرف يسبح كان مجهوده خلاص خلص. طيب ايش سويت انت في اللحظه هذه؟ في اللحظه دي انا يعني طبعا بحكم انه من البدايه لما نزل ما شفت حد اتحرك من نزلته الاولى، ادركت ان الناس حايل لانه ما عندهم بحار ولا نهر، ما يمكن معظمهم ما بيعرف يسبح. صحيح. بالتالي من الافضل ما يجازف. فبالنسبه لنا نحن اصلا احنا لانه مربى في منطقه الجزيره غريسي منتخري في المدينه العرب، ودرست في حنتوب على النيل الازرق، فيعني نتعلم السباحه من اول من الصغار. لكن ندري ان السباحه في المياه العذبه ثقيله مره يعني. تحس الجسم اثقل من السباحه في المياه المالحه. فانا اسبح لكن اعرف انه فتره طويله ما مارست السباحه. بالتالي كنت بدخر في السباحه للفترات العصيبه. ونفعني شيء ثاني اللي هو فترة الظهرية لما أنا غادم يعني كنت بنظر للوادي فعرفت العمق بتاعه. فدي خاصية أنا أعرف الناحية الجغرافية للوادي ذاته. طيب أنت بادرت مباشرة يوم شفته بعد ما طبعا طلع من السيارة. أيوة. وغطس. أنا لما غطس هو أنا اعتبرته بيسبح يعني ممكن يطلع. وتخيلته أنه حيمشي يعني الشجرة لو لاحظت في الفيديو بدايته لو الأخ المخرج جابه، الشجرة ما بعيدة من المنطقة اللي يعني يمكن 10 أو 15 متر. فأيقنت أنه ممكن يلجأ للشجرة إلى الدفاع المدني. الشجرة الطويلة هذه الشجرة هاي الشجرة بعد هي تنشاف بعيدة في الفيديو لكن هي قريبة جدا. جميل. وبعدين؟ لكن هي في منتصف المسار يعني المنطقة العميقة جدا. طيب. فلما شفته أول شيء الدوامة أخذته قلت خلاص لياقته انتهت يعني. بعدين قفزت أنت؟ بعد ده يعني وادركت ان حايل ما في حد بيعرف يسبح. فانا اصلا طبيعي ما اشوف يعني حد في موقف واقدر اقدم له مساعده اظل متفرج. جزاك الله. فالحمد لله انا عارف مقدراتي في السباحه ومقدر التصرف في الحياه. طيب ايش عملت بالضبط؟ يعني عندي الجوال نزلت اغراض الاغامه لا سلمتها لاقرب سعودي عندي. حتى يمكن الشباب لما هو رمى نفسه في السيل بيدعوا له بربنا انه ينجيه كده. ما كان حد متخيل انه في حد يدخل عليه. فانا الحمد لله قلت ان شاء الله بطلعه لانه عارف مقدراتي وطولي كمان يعني ميزه اضافيه. فسلمت الاوراق وبعض الفلوس لاقرب سعودي والله يكرمك ملست الحذاء لانه صعب في الحالات دي. وبديت اقلع القميص لكن شفت السيل اخذه بسرعه يعني مده اقلع القميص الراجل حيرح مني. فكنت اعرف انه بدايه الوادي كان ضحل فاستخدمت رجلي خرولت له يعني جريت والى منطقه الشجره هي الغريقه.
هنا في الفتره هنا هناك بدا يغطس، يعني تعب، اخذ الغطسه الاولى. اصلا الغطسه الاولى الثانيه الثالثه بالكثير يعني ما بيطلع منها ثاني. فلما غطس انا استخدمت السباحه مع تيار. جرف التيار، فزدت السرعه شويه، وهو طبعا هو ماشي بسرعه بخط مستقيم وانا بزاويه، كل مره بيوسع الزاويه حتى تصادف معه. فبفضل من الله يعني بنص متر يعني كاد يغطس، لكن انا استلمت من يد اليسرى من ذراعه هنا. ولما استلمته انا عارف ان الغريق في الحاله دي كيف يتصرف، فكنت اتخوف انه يجي يشبث بي، والمنطقه كانت عميقه تقريبا، العمق هناك مترين تقريبا، لانه انا غطست واستخدمت الغاء على الارض ورفعت اخذت نفس، بديت اسبح برجلي ويدي عشان اخذ التوازن، والمويه جرفانه طبعا في اللحظه دي. والمهم اتكلمت معاه قلت له ما تقرب مني، انا بطلعك وفيه ما ناقص شنو، فما حاول انه ابدا يجي علي. فانا كنت ابيت استخدم السباحه لانه منطقه عميقه، هي الا اذا كان 3 متر او اكثر حتى يعني صعبه جدا للطرفين. فكنت استخدم رجلي، فانزل الى الغاع وكنت رافعه باليد كده، استخدم رجلي امشي تحت الماء واخذ غفزه واخذ يسار تدريجيا مع استغلال التيار. الحمد لله الى ان وصلت الماء منطقه الرقبه. بعد ذلك اطمئنيت، يعني لما وصلت الرقبه بديت امشي مرتاح جدا، وسحبه معي وهو كان بيعاونني تقريبا بيده ورجليه، يعني كان طافي على الماء بصوره سلسه جدا. ففضل الله انه يعني ما كان في اوساخ او شيء كانت تعيقنا او ربما تؤدي لهلاكنا، او بعض الحيوانات زي الثعابين والعقارب تجي منطقه صحراويه وجبليه ربما تجيب معها كل شيء. فهو في النهايه توفيق من الله. حتى يعني في الغاع ما حسيت باي حجاره يعني، الحمد لله. يعني الحمد لله لين طلعت ما كان اصابني شيء، وكنت انا احس بنشاط كبير يعني بفضل من الله. يعني اذا كان التيار جرفنا حتى الى 3 كيلومتر كان مستعد امشي معه. ليه؟ لانه كنت بحافظ على مجهودي. لكن سبحان الله اول ما استلمناه يعني وجدت يعني مخرج الطوارئ يعني يبعد زي 500 متر مننا. فنحن الفتره دي اخذنا الناحيه اليسرى من الوادي، كنا نمشي باطمئنان. الاخوه كلهم كانوا قابلونا في المدخل وسلمت اليوم واخذوه على طول، وكان في اللحظه تقريبا الاسعاف موجود بالخارج والطوارئ. فانا لما طلعت سبحان الله ما حسيت بالتعب الا لما جلست على الدرج. يعني كان ربنا ادخر لي والله جد يعني. الحمد لله. كان ربنا ادخر التعب وانا في بر الامان. يا سبحان الله. حتى لدرجه ما قدرت، لو لاحظت الفيديو في النهايه ما قدرت اوقف، لكن لما شفت الشباب جايين فقلت من افضل انا يعني اقوم استقبلهم. الحمد لله. وحتى لما قمت يعني ما قدرت حتى ارفع رجلي للخطوه الاولى. الله يعطيك سبحان الله. الى ان يعني جلست كده اخذت نفس على رجلي، لو لاحظت انا دنقرت كده شوي، ركعت وحمدت الله على هذا ورفعت رجعت استعدت انفاسي شوي. الحمد لله. فاحد الاخوه طبعا